المخابرات الحربيه احنا كنا كلنا في طريق في 67 وقبل 67 كل القيادة سيبني بقى من الحرب 73 والانتصارات اللي عملناها الحمد لله بعد ما خلصت الحرب وانتصرنا في 73 انا انضميت للمخابرات الحربيه فرع الخدمه السريه او فرع الخدمه الخاصه، وكنت سعيد الحظ اني اتحط في مكان غرفه عمليات في اكبر مكان في المخابرات الحربيه، واخترت بقيت في مكان بقيت ماسك رئيس الغرفه بتاعت العمليات ديت بتصويرها بكل ما فيها في كل نقطه في اسرائيل، والحمد لله لنا في كل شبر في اسرائيل او على حدود اسرائيل او لو دبابه دورت على حدودنا في اي مكان قبل ما بيدور بتكون وصلت لنا حس دماغ زي ما انت عايز. فاحنا الحمد لله انا بطمنكم بس. عم سمير لسه اللي هو عايز يعرف. ايوه يا فندم. بعد 67 لا ده انا بقول بعد 73 دلوقتي يا فندم. لا سياده اللواء محمد بعد 73 لو فطر الصبح بيبقى عندنا خبر يا فندم. انا بقول بعد 73 الحمد لله لو راح راكب عجله في اسرائيل وبيتمشى على خط الحدود بتوصل لنا بيقولوا في واحد بيتمشى بعجله، يعني بقول لك على حاجه بسيطه، انما لو في كل دبابات او كل عربيات او اي شيء على طول في الثواني في لحظتها. فاحنا الحمد لله الناس بتهدي كتير، ولكن احنا نطمئن جدا ان المخابرات بتاعتنا بألف خير، وليس المخابرات الحربيه فقط بل المخابرات العامه بتشتغل في هذا. تعليق بقى تعليق عمليات. اتفضل يا فندم. تعليق عمليات، يعني انت قول لنا حاجه في العمليات. وانا برضه ما كنت طالب كلمه عشان تعليق العمليات بمناسبه 67 في 4/7/67 لن ننسى الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي. والشهيد ابراهيم الرفاعي قام بعمليه بطوليه عظيمه في 4/7/67 لما قواتنا المسلحه كانت بتنسحب، وعبر القناه معاه بعض الابطال العظماء، طبعا مش هقول اسمائهم لان البطل محمد عبده بيجزع من اسم واحد منهم فما فيش داعي اقول عليه يعني. القطر كان محمل، القوات الاسرائيليه حملت الذخيره اللي احنا سبناها، القوات المصريه سابتها في الانسحاب، اسلحه وذخيره وحاجات من دي. وكان جاب سريه نظامات او كتيبه استطلاع بتحمل القطر بما فيهم منهم اسرى مصريين من عندنا، وعبر الشهيد ابراهيم الرفاعي ومعاه مجموعه من ابطال الصحفه العظماء، وعمل حواليهم يعني عمل عمليه نشر. انا طبعا مش معاهم عشان مش هحكي لكم بالظبط قوي، انما تم تفكير كل معظم الاسلحه والذخيره اللي كان هياخدها العدو يستفاد بيها، وحوالي 1,000,000 صندوق ذخيره للعدو، واستمرت النيران في قلب الموقع اللي تم فيه تدمير الذخيره 3 ايام. شكرا، بشكركم جدا.